المؤسسة العامة للتقاعد تبين حقيقة زيادة معاش المتقاعدين 60% للمدنيين والعسكريين دفعة أغسطس. بعد تبكير صرف راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين دفعة شهر أغسطس، انتشر خبر زيادة رواتب المتقاعدين هذا الشهر 60%، وهذا الشهر على أن يتم إيداع معاش أغسطس شاملة هذه الزيادة. ما كان من المؤسسة العامة للتقاعد أن تقوم بتوضيح حقيقة زيادة معاش المتقاعدين 60% للجميع مدنيا وعسكريا، وفي فيديو اليوم سنوضح لكم كل شيء. نفت المؤسسة العامة للتقاعد المؤسسة التقاعد السعودية شمول راتب تقاعد أغسطس على أي زيادة تنزل لهم هذا الشهر، سواء 10% أو حتى 60% على المعاش، سواء للمدنيين أو العسكريين، حيث لم يزيد الحد الأدنى لرواتب التقاعد منذ عام 2012، حيث من 10 سنوات وهو 1983 ريال و17 هلة. ورغم مطالبات مجلس الشورى والمتقاعدين وإن الرواتب لا يكفيهم، إلا إن المؤسسة رفضت صرف أي زيادة لأي فئة أيا كانت.